حلال الله أكبر، حلال الله أكبر. والجزار الشيخ مصطفى اللي مسمى نفسه الشيخ مصطفى جز عنق إسلام بالسكين لأنه جزار. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. أحداث هذه الحلقة جرت بمنطقة السلام القاهرة. شاب اسمه إسلام عنده 21 سنة، له أخ أصغر منه اسمه عبد الرحمن يا سادة. رن عليه قال له الحقني يا أخويا إسلام، الواد موسى ابن الشيخ مصطفى الجزار خد الكشكتة من صاحبي وافترى عليه وضربه. طبعا إسلام ما كدبش خبر وراح لأخوه عبد الرحمن قال له يا موسى هات الكاب بتاع صاحب عبد الرحمن أخويا، هات ما هاتش يبقى ليه. موسى عمال يشتم فيه، وموسى ابن الجزار ده عنده 16 سنة وإسلام أكبر منه. يبقى إسلام الشرع من رب الجو جه هو ياخده على أجدائه شمال ويمين. يبقى موسى طلع يجري على أبوه اللي هو مصطفى الجزار ده، زود على الكلمة 10 وقال له يا أبويا إسلام قال لي مني وضربني على أجدائي وكان هيكسر لي فكي وشتمني بأبويا وأمي، يرضاك كده يا أبويا؟ أبوه قال له لا ما يرضانيش، هو مش عارف أنت ابن مين ياض؟ ياض أنت موسى ابن الشيخ مصطفى الجزار ياض كبير السلام ياض. يلا يا محمد. وخد ابن محمد ده الجزار وخد موسى وثلاث أربعة من منطقة من السلام راحوا معاه، وكل واحد اللي معاه سنجة واللي معاه مطوة واللي معاه نصلة واللي معاه عصاية شوم واللي معاه حديدة وما شابه ذلك، وراحوا قدام بيت إسلام بربطة المعلم. إسلام ساعتها قاعد قدام شقته بيلعب بالتليفون ولا كان بيشرب كوباية شاي ولا حاجة. قال له تعالى لي يا إسلام، فيديو مصور، خش على جوجل بس قول فيديو مقتل إسلام على يد الجزار مصطفى منطقة السلام، هيجيلك الفيديو صوت وصورة. مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجت بهذا الفيديو لما جزار ينحر رقبة شاب 21 سنة ويقول حلال الله أكبر، حلال الله أكبر. أنت بتذبح عجل، أنت بتذبح عجل يا خايب. هنا مسكوا إسلام ودوروا تنخص فيه بالمطاوي واللي يضربوا بعصاية واللي يضربوا بشومة، ولحد الجزار ما مسكوا من راسه وجزوا عنقه وبقى تقول حلال الله أكبر، حلال الله أكبر. وخدوا بعضهم والله رايب. هنا الشرطة جت نقلوا إسلام وكان لسه فيه الروح وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وحد بلغ أمه عندها 4 أولاد، راح منهم ولد اسمه إسلام، أمه جت طلعت تجري ودوه المستشفى، مات في الطريق. مات في الطريق على حد رواية شهود عيان إنه الشاهد على روحه، مات في الطريق قبل ما يصل المستشفى. كان إسلام له أخ اسمه يوسف أكبر منه، كان حد رن عليه قال له يا يوسف أخوك إسلام بيتعارك هو موسى ابن مصطفى الجزار تعالى. راح يوسف هناك قابل إسلام، قبل ما يروح قابل إسلام يا إسلام في إيه؟ قال له ما فيش كذا كذا. وقبلها كان كلمه في التليفون قال له لا ده خناقة بسيطة عشان الكاب بتاع زميل أخوك عبد الرحمن وأنا جاي في الطريق. لكن الشيطان ملأ ونفخ مصطفى الجزار، خد عياله الاثنين، خد موسى وخد محمد وشلة مرتزقة وشمحطية وبلطجية وراحوا البيت عند بيت إسلام. فضلوا يضربوا فيه لحد ما قال له من جهد وعوروه. وفي الآخر مصطفى الجزار، والمشكلة إنه محسوب يقول لك الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى جز عنقه وبقى تقول حلال الله أكبر. الأم جت تبكي ابنها وتنعيه تقول هو ذبيحة بيذبح ابني. الشرطة عملت كردون على مدينة السلام كلها القاهرة. ومصطفى لما جري الجزار هو وولاده، الشرطة ما كملش قبل 24 ساعة تم إلقاء القبض على مصطفى الجزار وولاده الاثنين واللي كانوا معاهم. راحوا هناك الاسم والنيابة، عملت لها كده يا مصطفى يا جزار يا أخي مش مكشوف على نفسك، ده أنت راجل حتى مربي دقنك وملتحي، مش مكشوف على شايبتك. قال لهم لا ده هو اللي قال لي ابن ابني، لما قال لي ابن ابني يضرب ابني ده الناس ما مات يضرب ابني بالكف كيف؟ قالوا يا أخوتك كنت ضربته بالكف إن فات ما تجز عنقه وهي ذبيحة. هنا السادة المشاهدين خدوا 4 أيام، طبعا هيتم حبسهم احتياطيا
لحين الفصل في الجلسة، ونأمل إن شاء الله أنهم ياخدوا إعدام، لأني يعني كما جاء في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة. القضاء لما يقتصر للمقتول من القاتل الناس تخاف. كان زمان مثلا يقول اضرب المربوط يخاف السايب. الناس تخاف وترتدع. علشان كده احنا بعد ما تصلوا على رسول الله وتشتركوا في قناتنا قناة الإعلام أشرف فاروق على اليوتيوب علشان يوصلكم إشعار الحلقة أولا بأول. بنناقش هذه الموضوعات والجرائم والحوادث التي يشيب من ذكرها الولدان وعندها الجبين، علشان الناس ترتدع ويبقى فيه عبرة من مثل هذه الحوادث. انت موتت هتموت، انت ذبحت هتتذبح، انت جزرت هتتجزر. ما هو الاعدام ده، الاعدام ده بيلف حبل المشنقة على رقبتك بيموتك خنقا، بيموتك خنقا. يبقى انت زهقت روح هيزهق روح. لكن لما تدور خلاص هو راح. اسلام راح لموسى بيحوش بيقول له انت خدت البرنيطة ولا الكشكتة ولا الكاب بتاع صاحب اخويا وعطاله كفين. يا مصطفى يا جزار اضرب كفان مكان الكفان يا اخي، روح اعمل له محضر في الاسم. لكن تروح تاخد عيالك وتنخص الولد بالمطار وتضربوه بالشوم والحديد وفي الاخر تجز عنقه وتقول حلال الله اكبر، دي ما حصلتش قبل كده ابدا. ابدا اللي بتذبح فرخه بتقول حلال الله اكبر، وزه، عجل، حولي، شاه، معزه، لكن شخص وربنا كرمه من فوق 7 سماوات ولقد كرمنا بني ادم، وتروح تجز عنقه. انت قليل عليك الاعدام انت واولادك، لانك انت المفروض انت واولادك وكل من هو قائم على مسرح هذه الجريمة ياخد اعدام علشان يشفى غليل زويه واسرته وامه واخواته. رحم الله اسلام هذا وضرب على قلب والدته واخواته والهمهم الصبر والسلوان. دمتم في امان الله.